عمرك فكرت امتى بدأت مصر؟ ومش المقصود مصر الجمهورية ولا أي عصر تاني، بنتكلم عن البداية الحقيقية. ومين هو تحوت اللي بيقولوا انه اخترع الكتابة، وأتم أول من خرج من مياه الفوضى؟ ومين حتحور اللي بتمثل الأنوثة والأمومة والحنان؟ وإيه علاقتها هي وتحوت بمعبد دندرة الغامض وسر اهتمام إيلون ماسك بالمعبد؟ وإزاي الأساطير دي بتتشابك مع مفاهيم موجودة في العقيدة الإسلامية؟ وهل أبيب رمز الشر في الميثولوجيا المصرية هو نفسه تجسيد لإبليس في تصور المصريين القدماء؟ في الفيديو ده هنغوص في عمق التاريخ من لحظة الخلق في نظر المصري القديم لرؤية الإسلام للكون والخير والشر. ليه مصر اسمها أم الدنيا؟ هيرودوت لما زار مصر سنة 450 قبل الميلاد، يعني في حكم الأسرة ال26، سأل كهنة معبد رع في مدينة أون، ومعبد رع في مدينة أون كان وقتها أهم مركز ديني وعلمي في مصر. سأل الكهنة إمتى بدأت الحضارة المصرية، وكان ردهم إن مصر كانت مملكة عظيمة ومنظمة من آلاف السنين، وإنهم بيحتفظوا بسجلات فيها 341 ملك كان قبلهم عدد من الآلهة اللي حكموا البشر. ورجع الكهنة قالوا لهيرودوت إن مصر كانت موجودة منذ كانت الشمس تشرق من حيث تغرب الآن. يعني إيه الكلام ده؟ المؤرخ المصري مانيتون في كتابه الجبتانة قال إن مر على مصر 30 أسرة، ولكن قبلهم كان في عصور ما قبل الأسرات. أول عصر واللي كان مدته حوالي 10,000 سنة الملوك فيه كان اسمهم أشباه الآلهة، والعصر اللي بعده كان برضه مدته 10,000 سنة، وملوك العصر ده كان اسمهم الملوك الأجلاء أو أنصاف الآلهة. أما العصر اللي قبل عصر الأسرات مباشرة عصر شمس وحور، بمعنى أتباع حور، وكان مدته حوالي 13,400 سنة، مع ملاحظة إن كلمة شمسو مستخدمة لحد النهاردة في الكنائس اللي هو الشماس، بمعنى التابع للكنيسة. مجموع السنين كلها كده حوالي 39,000 سنة، مدة مش بسيطة. طيب هل في دليل على الكلام ده؟ الدليل بردية تورين في إيطاليا، مذكور فيها أسماء الملوك من 39,000 سنة لحد الأسرة ال18، لأن البردية اتكتبت في عصر الأسرة ال18. نرجع تاني لرد كهنة جامعة أون على هيرودوت إن مصر موجودة من حيث كانت الشمس تشرق من حيث تغرب الآن. الدكتور وسيم السيسي قال إن من كام سنة ظهر عالم فرنسي قال إن الأرض غيرت دورانها من 39,000 سنة، يعني من بداية التاريخ المكتوب عن مصر. ريسنتلي أحد العلماء الفرنسيين بالحسابات والحاجات دي كلها قال إن الأرض غيرت دورانها من 39,000 سنة فاتت. وفي قلب الحضارة العظيمة دي تظهر شخصية تمثل إله الحكمة وسيد الزمان، كاتب الإله وميزان الأرواح، النتر تحوت أو توت أو جحوتي. وكان المصريين القدماء بيصوروه على هيئة إنسان براس طائر أبو منجل وفوق راسه ريشة، وسبب اختيارهم لأبو منجل بالذات لأنه دايما بيكون واقف في الحد الفاصل بين اليابسة والمية، إشارة بأن تحوت واقف بين عالمين، عالم الإله وعالم البشر. والنتر مش معناه إله، ولكن المقصود بيه تجلي للإله في الأرض أو المقرب للعرش، لأن كلمة نتر في المصرية القديمة كانت بتشير للقوة الإلهية مش الإله بالمعنى المطلق، يعني كانت بتستخدم لوصف المخلوقات المقدسة. وتحوت كان نتر. طيب إزاي اتوجد تحوت؟ في الميثولوجيا المصرية بيتقال إنه اتولد من سحر الأزل، والمقصود إنه اتخلق بواسطة الإله الأزلي اللي هو الله سبحانه وتعالى. تحوت عند القدماء المصريين كان هو المعلم، لأنه علمهم الكتابة والحكمة والحساب والفلك، وكان يعتبر لسان رع والمعبر عن إرادته، وكاتب الإله وسيد القانون الإلهي، وهو اللي قسم التقويم المصري. وعلشان كده التقويم المصري اسمه التقويم التوتي، وأول شهر في السنة المصرية هو شهر توت. امتى ظهر تحوت؟ الدلائل بتقول إنه كان موجود من قبل عصر الأسرات، لأن الملوك الأوائل كانوا بيستخدموا رموز تحوت في طقوسهم الدينية، خاصة الرموز المرتبطة بالحكم والعدالة. وتحوت كان هو اللي بيمنح الملك المعرفة الإلهية والشرعية للحكم، يعني هو اللي كان بيختار الملك. وكان ليه وظائف تانية زي إنه كان وسيط بين الخير والشر، وعاصر 3 صراعات. وركزوا معايا في الجزء ده كويس. الصراع الأول كان بين الإله رع وأبيب رمز الشر، والصراع الثاني كان بين حيرو بيوخنت وست، والصراع الثالث كان هو الصراع اللي كلنا عارفينه اللي كان بين حورس ابن أوزوريس وست. ليه بقى قلت ركزوا معايا؟ لأن الصراع الثاني والثالث كان صراع بعد خلق الكون، صراع تاريخي، وأطراف الصراع كانوا من البشر زي حورس وست. لكن الصراع الأول كان بين الإله رع وأبيب رمز الشر، وده صراع كوني
كوني أزلي، يعني موجود كجزء من النظام الكوني وما زال مستمر ما انتهاش. طب ده مش بيفكرنا بالصراع الأزلي بين الخير والشر المتمثل في الله سبحانه وتعالى وإبليس، اللي بدأ من وقت ما رفض إبليس يسجد لسيدنا آدم وعصى أمر الله، والصراع ده كان قبل نزول سيدنا آدم للأرض. لذلك هو صراع بيمثل جزء من النظام الكوني. وفي أسطورة إيزيس وأوزوريس، بعد ما قامت إيزيس بجمع أشلاء أوزوريس من أنحاء مصر، تحوت قال لها كلمات سرية. الكلمات دي كانت السبب في إعادة الحياة مرة تانية لجسد أوزوريس. معنى كده إن تحوت عنده قوة عظيمة من الخالق. ونفس الفكرة دي بتأكدها قصة الولادة المقدسة اللي مرسومة على جدران معبد الأقصر، لما الإله آمون رع أرسل تحوت للسيدة المختارة علشان يبشرها بمولود مبارك. لو ركزنا هنلاحظ إن شخصية تحوت في الأساطير المصرية فيها شبه كبير لدور سيدنا جبريل عليه السلام، لأن الاتنين كانوا وسيط بين الإله والبشر. وسيدنا جبريل هو اللي أرسله الله سبحانه وتعالى للسيدة مريم العذراء علشان يبشرها بولد مبارك. وفي بعض التفاسير والأحاديث يذكر إن سيدنا جبريل كان بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات. ومش عايزين ننسى إن زي ما كان تحوت بيعلم المصريين الكتابة، أول كلمة قالها سيدنا جبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، بيعلمه القراءة. والرسول قال رأيت جبريل له 600 جناح قد سد الأفق. وتحوت صوروا القدماء المصريين على هيئة إنسان براس طائر، يعني الاتنين اتوصفوا بشكل طيور. دلوقتي هنوصل لنقطة مهمة، ايه علاقة تحوت بمعبد دندرة؟ وليه إيلون ماسك مهتم الاهتمام الكبير قوي ده بالمعبد؟ بداية الخلق في مصر القديمة بدأت بالشخصية المبجلة أو النتر أتوم. وفي عقيدة هليوبلس يعتبر أتوم هو أول نتر، يعني أول مقرب للعرش اللي نقدر نقول عليه سيدنا آدم عليه السلام. طيب أتوم اتخلق إزاي؟ يقال إنه انبثق من نون، يعني خرج من ماء نون. نون هي البيئة الكونية اللي هي المياه البدائية، المحيط الأزلي والفوضى المائية اللي اتولد منها الكون. ونون في العقيدة المصرية بيمثل الحالة الأولى قبل الخلق، وهو مصدر كل شيء. قال تعالى في سورة الأنبياء الآية 30 وجعلنا من الماء كل شيء حي. وده بيوضح لينا ليه هيرودوت قال إن مصر هبة النيل. الاعتقاد المعروف عن المقولة دي هو إن مصر من غير النيل كانت هتبقى صحراء قاحلة، وإن النيل هو مصدر الحياة لمصر. وده حقيقي، ولكن المقولة لها تفسير أعمق، لأن علشان يتوجد أتوم كان لازم يكون في مكان يعيش عليه، فبيرتفع تل صغير من الأرض لأول مرة من داخل نون اللي هو المحيط الأزلي. كانت أول تلة أو ربوة عالية بتظهر. وفي عقيدة هليوبلس بتقول إن أتوم ظهر على التل اللي خرج من نون، وكان التل ده هو مصر. علشان كده بنقول مصر جاءت ثم جاء التاريخ. أما حتحور في العقيدة المصرية هي الجانب الأنثوي والمكمل الخلقي للنتر أتوم، وبتمثل الحب والحنان والرقة والفنون والخصوبة والشفاء، وهي رمز الأمومة. أتوم بيمثل الإرادة والفكر والقوة الذكورية، وحتحور تمثل الأنوثة والرحم الكوني. أظن كده فهمنا مين هي حتحور. دورها بيطابق دور السيدة حواء. ومعبد دندرة هو معبد حتحور، وهو أكتر المعابد المحفوظة، وموجود على الضفة الغربية لنهر النيل. وفي اعتقاد إن موقع المعبد كان مقدس من العصور المبكرة. ولكن اللي بيميز المعبد ده عن أي معبد تاني إن الرسومات اللي موجودة في سقف المعبد تعتبر نظرة كونية معقدة. في سقف القاعة على الجانب الشمالي موجود الدوائر الفلكية، وبتظهر مجموعة من الأبراج زي الأسد والجدي والطور والجوزاء، وموجود كواكب زي الشمس والقمر، وده يعتبر أقدم تصوير معروف للأبراج الفلكية. وفي كمان رمزيات بتشير لدورة الحياة والموت والبعث. والرسومات في سقف معبد دندرة فيها رمزيات عميقة عن أصل بناء الكون والخلق. والأسطورة بتقول إن تحوت قسم معرفته ل 42 لوح كتب عليهم الحكمة السماوية أو السرية، والألواح دي اسمها الألواح الزمردية، والنصوص المكتوبة عليها هي المبادئ العلمية الكبرى اللي بتحكم الكون والطبيعة. يعني الألواح عبارة عن تعليمات كونية وبتشرح ازاي العناصر بتتفاعل مع الكون من الطبيعة للقوة الروحية. الألواح دي اختفت، وسبب اختفائها هو حمايتها من البشر اللي مش هيكونوا قادرين ولا مستعدين لتعلم الموجود فيها. طيب كل ده ايه علاقته بالمعبد؟ في روايات من بعض الكتب والمصادر الباطنية الصوفية بتقول ان الألواح الزمردية او ألواح تحوت مخفية في سراديب تحت معبد دندرة. ومن الناحية الأثرية موجود فعلا سراديب تحت المعبد،
خصوصا تحت قدس الأقداس وغرف الطقوس. وبعض السراديب دي كانت بتستخدم لحفظ أدوات الكهنة ومخطوطات أو أغراض طقسية، وعلماء الآثار دخلوا أجزاء فيها مش كلها بسبب إن في بعض السراديب ممراتها ضيقة جدا والبعض التاني غير آمن للدخول. ويقال إن الكهنة خبوا الألواح وإنه هيتم كشفها في زمن الحكمة لما يكون البشر مستعدين يفهموها، وده سر اهتمام إيلون ماسك بمعبد دندرة. نيجي دلوقتي للجزء الأخير واللي لا يقل أهمية عن كل اللي فات. مين هو أبيب في الحضارة المصرية؟ احنا اتكلمنا عن أبيب وقلنا ان هو صاحب الصراع الأول مع الإله رع اللي هو الصراع الكوني. أبيب بيمثل قوى الفوضى والظلام والشر، والصراع بينهم دائم وأبدي. ومعنى اسم أبيب هو العدو أو من يسير خلسة، يعني اللي بيتحرك في الخفاء. وأبيب لا كان نتر ولا عمره كان مبجل أبدا، بالعكس كان دايما بيتلعن ويترفض في الطقوس. وكان الكهنة بيرتلوا تعاويذ يومية في المعابد لطرد أبيب. ومن طقوس المصريين انهم كانوا بيصنعوا تماثيل من الشمع والطين تمثل أبيب وبعدين يحرقوها كرمز لانتصار الخير على الشر. واوقات كانوا بيرسموه على الفخار وبعدين يكسروه لطرده وتدميره. ازاي المصريين القدماء كانوا بيصوروا أبيب؟ كانوا بيرسموه على شكل تعبان ضخم. هو إبليس لما غوى سيدنا آدم علشان ياكل من الشجرة دخل الجنة على أي شكل؟ على شكل تعبان. يعني أبيب هو نفسه إبليس، الكيان اللي بيعمل مع قوى الشر في العالم، واللي رئيسه الدجال اسمه على اسم أول قاتل على الأرض، إسرائيل. طيب والعاصمة اسمها تل أبيب، بعيدة عن الجذر اللغوي لكلمة أبيب في اللغة العبرية، لأن معناها بالعبري السنابل الخضراء، لكن بالمصري القديم معناها رمز الشر. أظن مفيش أوضح من كده. وفي النهاية عايزة أقول إن العداء بيننا وبين الكيان أعمق بكتير من أي حروب حديثة، يعني لا 67 ولا 73. الموضوع أقدم بكتير قوي. قبل ما تخرجوا من الفيديو ما تنسوش السبسكرايب واللايك.